بحرص وحذر شديد ينتقل مقاتلو وحدات حماية الشعب بين تلة وأخرى ليتمكنوا من إنجاز مهمتهم بدقة ودون وقوع أي خسائر لعدم خلو سماء عفرين من الطائرات الاستطلاع للجيش التركي. نحن دمرنا اليوم دبابة اليوم الصباح، وبارحة مساء عربيتين من سلاح ثقيل دمرنا له اياهم على الحدود، وان شاء الله نحن لهم بالمرصاد وين ما نكون. نحن يا باكي ويا باجي بايد واحد. نحن تم سيطرتنا على الارهابيين اللي هجموا الى عفرين علينا. بيريتان واحدة من المقاتلات التي انضمت لمعركة عفرين في نقطة مشتركة بين وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب. يتم الاستعدادات للتوجه إلى الجبهة الأمامية والتي تمكنا من الوصول إليها بعد ساعات من المشي تجنبا للطائرات التركية. كتير كبيرة كمان عم بيجوا بكل أسلحتهم، الأسلحة الثقيلة كمان وهجومات الأرضية عم بيجوا كمان. أما رغم كل الهجومات كمان رفقاتنا عم بيجاوبوا، عم بيعطوهم جوابات كتير كبيرة كمان عن الهجومات، عم بيكسروا كل الهجومات، ما عم بيخلوا يعني يفوتوا على هالأرض. وحتى كمان يعني نحن نكون هون حتى فينا روح فينا نقطة دم كمان ما بنعيف عفرين لحدا. يعني خلي أردوغان كمان يعرف عم بيعلقنا من أرضنا، هو يعرف الأرض لمين، الأرض أرضنا مو أرضه، عم بيقولوا اطلعوا من هالأرض. اشتباكات بكافة أنواع الأسلحة على كامل الشريط الحدودي بين عفرين وتركيا، فيما لم يتوقف القصف المدفعي والغارات الجوية للجيش التركي على منازل المدنيين في القرى المحيطة بمدينة عفرين. لا تزال الاشتباكات مستمرة بين وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل الجيش الحر المدعومة من قبل الجيش التركي على كامل الشريط الحدودي. خلفي مباشرة كما نلاحظ الخط الفاصل بين تركيا ومدينة عفرين، حيث لم تتمكن فصائل جيش الحر من التقدم بأي خطوة حتى الآن داخل الأراضي في مدينة عفرين. ناز السيد، قناة الغد، الحدود السورية التركية.